السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب الروحانية مجانا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايب قلبي، حبايبي، الرسالة العاطفية هي طاقة مفتوحة، تشوفوها او تسمعوها في اي وقت يليكم بإذن الله. خدوها بشارة من العبد الفقير لله، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض نشوف طاقتكم وطاقة الحبيب وطاقة الطرف الثالث، لو في طرف ثالث في العلاقة. نبدأ ونشوف كده طاقتكم انتوا. يمكن اللي متابعني عارف ان انا ما بحبش اسال طاقه ايه اللي تنزل، سواء طاقتكم او طاقه الحبيب او لو في طاقه طرف تالت. بس انا النهارده حابه اشوف طاقتكم، معرفش ليه كده، حاسه ان النهارده باحساسي كده الروحاني، حاسه ان انا عايزه اشوف طاقتكم ونقول بسم الله. ركزوا كده معايا على اسم الحبيب في بالكم، رددوه في بالكم. طيب شوفوا، انا كنت عايزه اشوف طاقتكم انتوا، لقيت طاقه الحبيب هي اللي ظهرت. هو النهارده بيبتدي يبص عليك، بس بيبص عليك وعنده شروط للعلاقة دي. يعني شوفوا، بصوا باصص لكم ازاي، اللئيم القروبة. بصوا باصص عليكم ازاي، اللي هو ايه يعني. انت يعني انا يعني كتفسيري انا، يعني لما افسر حاجه زي دي، اللي هو طبعا انا الرساله للرجل والمراه، بس انا بخاطب يعني سواء اتكلمت بصيغه الرجل او بصيغه المراه، بس القراءه للرجل والمراه. تمام. طيب هو بيبص عليكي كده، اللي هو ايه، امشي كده كتك القرف وانت حلوه. فاهمه؟ اللي هو كتك القرف وانت حلوه كده، انت مقرفه وحلوه كده، اللي هو ايه، عيني فيه واقول اخيه. فهمتي؟ فهو بيبص عليكي بالمنظر ده. الشخص ده هو مش حابب انه يتنازل عن كبريائه، عن طاسته الفارغه. لكن حبيب قلبي ده واحد ملحوس، عقله ملحوس بيكي. الشخص ده قايم نايم ما بيفكرش الا فيكي. بس ان جيتي للحق ومتغاظ منك قوي، متغاظ منك يا لهوي، متغاظ منك جدا حرفيا. وبعدين بقى ايه، بصي، يعني هو ماشي معاكي بالشروط. ثانية واحدة عشان افضلكوا بس. هو ماشي معاكي ب... بأوضاع غريبة. يعني بصي، هو مش سهل. انا بس عايزاكي تبقي فاهمة من النقطة دي، هو مش سهل. هو بصي، حطك في دماغه، مش هيسيبك. لا، لو انت بتسألي هو سايبني اصله بعيد عني يا موجنة، اصله هو مش سائل فيا، لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، هو حطك في حساباته، لا هي حطاك في حساباتها. بس النوعية دي في القراءة مبينة ان الشخص ده بيتكتك لك يا قلبي. هو قاعد كده في الركن البعيد الهادي وقاعد يفكر اعمل معاها ايه او تعمل معاك ايه. فدي دماغ حد، يعني تكتيكية، مش دماغ حد، واخده بالك؟ مش دماغ حد اللي هو خلاص انا مش عايزها. هو بصي انا عايزه افهمك نقطه. هو ايوه بيقعد يقول انا مش عايزها في بعض الاوقات اللي هو ايه، انا مش عايزها زي ما انت شفتي كده، وزي ما انت شايفه في الصوره، انا مش عايزها، بس ابص كده بصه بس اشوفها كده بتعمل ايه. فهمتي؟ يعني انت فاهمه الدماغ ماشيه ازاي هنا. ابص بصه بس كده اشوف لقطه كده، اشوف هي بتعمل ايه كده، وبعدين يرجع تاني يتغاظ قوي. ايه ده، هي ازاي تعمل معاه كده؟ مم. طب انا بقى هتكتك لها. طيب انا ما كنتش بصراحه حاطه ان احنا نشوف طاقه الحميم. انا كنت يعني كاتنيه عليك انت، بس هنبتدي بقى طالما كده نشوف القراءه. هنا شايفه طلعوا لي هنا كارتين مقلوبين، وشايفه هنا طالما الكارتين دول طلعوا كده، البطاقتين دول بيقولوا قدامي ان الشخص ده مشتاق لك جدا للبعض بقى، مش للكل، عشان في ناس بترجع تقول لك ايه يا ام جانا انتي بتقولي لي كده. لا، ما حصلش. لو انتوا كنتوا مرتبطين وسبتوا بعض، فالشخص ده مشتاق لك جسديا جدا جدا، فوق ما تتخيلي. ومن كتر حبه وعشقه فيكي، فهو عايز العلاقة دي.
تمام. فالشخص ده انا شايفة ان هو من ناحية ظلمك، هو ظلمك، يعني ظهر دلوقتي من ناحية ان الشخص ده في هنا ظلمك، هو ظلمك، وظلمك للأسف بسبب علاقاته السابقة. حرفيا هو حاطط في حساباته علاقاته السابقة. الشخص ده، بس أنا عايزة أعرف ليه، يعني أنا عايزة أعرف ليه حاطط في حساباته علاقاته السابقة. فده اللي احنا نبتدي ندور عليه ونشوف يعني ايه علاقته. مثلا هنقول مثلا ان الشخص ده هنقول مثلا ان هو بيعاملك معاملتهم، او مثلا ان هو شاكك فيكي. لا برضه يعني القراءة ما بتقولش كده. طيب امال ايه؟ ليه هو بيفكر في علاقاته السابقة، او مثلا ايه الفكرة؟ بصي، هو من وجهة نظره بيقول هنا ان هو عطى كتير قوي، او ادى كتير قوي في علاقاته السابقة، فهو ما عندوش استعداد نفسي تاني ان هو يدي. واخدالي بالك هنا؟ يعني هو شايف كده ان هو عطى كتير في العلاقات دي، يعني انا اديت كتير ومشاعري ومن الاخر كده العلاقات دي ودته في ناحية تانية. يعني ما كانتش علاقات سوية، الناس نفسها ما كانتش سوية في العلاقة، او ما حبتش باخلاص ايا كان، يعني كانت علاقات فاشلة. فاهمني؟ فهو زي ما تقولي بقى جات له تروما، عشان بختك يا حبيبة قلبي عسل. فهو اتعقد، فهو بيقولك انا ما عنديش استعداد نفسي اني ادي تاني في علاقة. انا اديت مرة واتنين وتلاتة وما عنديش استعداد ادي تاني. يعني هو عايز هو اللي ياخد. واخده بالك؟ بيقولك ده انا اقعد واحط رجل على رجل كده واخد، يقوم يخليك انتي بقيتي قاعده تقولي هو في ايه. يعني بصي، هو من منظره هنا شايفه، خلاك انتي بقيتي قاعده تضربي كف على كف. هو في ايه يا جدعان؟ هو بيعمل كده ليه معايا؟ يعني انتي قاعده تقولي كده وبيعمل كده ليه؟ انتي من وجهة نظرك وبمنطقك انتي بتقولي انا ما عملتش حاجه، هو ليه بيتصرف معايا كده؟ فقمتوا انتوا بقى عملتوا ايه؟ انتوا الاتنين تحديدا انتي او انت هنا في القراءة دي خدتوا موقف. اما هو رامي جتته من الاخر كده عليكم، بس انت جيتي عليا، وقام عامل لك فيها بقى، بس خلاص دور الضحية بقى، وبقى ضحية كاريوكا في الموضوع ده، وعمل لك فيها كده. طيب الشخص ده بيقول لك في العلاقة دي، انا عشان ارجع لك او عشان ترجع لك لازم تعمل حاجة، والحاجة دي لو انت عملتها انت هتخليني زي الخاتم في صباعك. هو بيقول لك كده، هتخليني زي الخاتم ده كده في صباعك. ايه بقى الحاجة اللي انتوا المفروض تعملوها، اللي هو بعت لك الرسالة دي عشانها من عقله اللاواعي، يعني هو مش قاعد كده اتكلم، لا، ويعني مثلا قاعد كده يفكر، فطاقته حاولنا احنا نشدها كده، فهو قاعد بيفكر، فكر بقى يعمل ايه. فقعد كده قال لك طيب انا عشان تبقى هي، يعني تبقى، او انا مثلا ابقى زي الخاتم في صباعها، او انا احسسها بكده. واخده بالك من الفكره حبيبه قلبي؟ احسسها ان انا اسمع كلامها، او ابقى شطور وعسول. اعمل ايه بقى؟ انها تسمع كلامي عشان ابقى زي الخاتم في صباعها، انتي او انت تسمعوا الكلام.
يعني يسيطر. طب ازاي بقى يا ام جانا؟ لا استني بقى، انا بس اما اقعد لكم قاعده بس كده. لا ازاي بقى؟ استني بقى، استني عشان انتي كده لخبطتينا. يعني ايه هو الشرط عشان هو يكون زي الخاتم في صباعي المفروض انا اسمع كلامه؟ هو الدنيا بالمشقلب؟ مش المفروض ان انا عشان انا اللي يبقى زي الخاتم في صباعي، عشان يبقى هو اللي زي الخاتم في صباعي يبقى هو اللي يسمع كلامي؟ لا يا حبيبه قلبي، انت كده ما وصلتيش للحلقه المفقوده اللي هو عايزها. ما وصلتيش انت لسه ما وصلتيش. طب هو عايز ايه برضه؟ انا مش فاهمه. هفهمك. شوفي، بس معدلك نفسي كده. بصي يا حبيبتي، بصي يا ماما، بصي يا استاذ. شوف، دي الحبيب او ده الحبيب، ايا كان بقى رجل او امراه، وانت الغلبانه الكتكوته اللي قاعده ورا هنا. الشخص ده هل وهو سايق كده العربه دي، او قائد كده العربه دي سايقها كده، هل هو حاسه بقعدته دي انها قعدة حد كده سايق عربيه عادي كده غلبان كده سايق، او عادي سايق؟ لا. طيب بلاش، شوفي منظرك انت عامله ازاي. وعايز ايه؟ انا اللي اكون مسيطر على العلاقه. فلما اكون انا مسيطر على العلاقه وانتي تسمعي كلامي، انا هسمع كلامك. وصلت يا قمر؟ يعني انتي المفروض عليكي عشان تخلي الشخص ده زي الخاتم في صباعك زي ما هو عايز كده تسمعي كلامه. فهو دلوقتي قاعد يقول لنفسه ايه؟ والله هي حرة، عايزاني هتسمع كلامي. انا كده. انما هنقعد بقى ناخد وندي مع بعض ونخش احنا الاتنين بقى في خناق ومش خناق وجدال ومش جدال مش هنوصل لحل. هقولك باي باي مع السلامة. فالشخص ده هو متعمد، خلي بالك، متعمد يعمل معاكي كده. انتي حطيتيه في برواز مش حلو، وللأسف هو لو يعرف كده انتي حطيتيه في برواز مش حلو. انتي بتبكي حرفيا، انتي متضايقة هنا، وابتديتي تبصي له نظرة انت ده، انت ده طلعت ده، او انتي ده. عارفة انتي بقى الشخص ده لما هيتأكد ان انتي بتنظري له النظرة دي او حطيتيه في البرواز الضيق ده، لكن ان انتي، انا شايفة هنا واحدة مش موضوع اتظلمت، واحدة حاسة انها مشاعرها اتخدعت، واحدة حاسة انها الشخص ده ما فهمهاش، لان انتي واحدة من اول القراءة قاعدة تقولي وانا عملت ايه؟ مش قاعدة تقولي كده وانا عملت ايه؟ ليه اتعامل معايا كده؟ فوتك انا في الكلام. هو حبيبة قلبي او هي يا استاذ، لو لقت او هو لو لقى منك ان انت ابتديتي تحطي حدود في العلاقة، او ابتديتي تفهمي الطلب ده، وابتديتي تستوعبي ان انت المفروض مش هتبقي حبيب وحبيبة، لا، انت هتبقى يعني استغفر الله العظيم مؤمر تطاع، استغفر الله العظيم. هو اللي هتلاقيه جايلك يجري حبيبة قلبي وبيقولك سامحيني، معلش، اصل انا كنت مخنوق شوية، اصل انا كنت في ضيقة نفسية. اصلا ما بقولكيش كده الكلام ده، الطاقة هي اللي مبينة الكلام ده، الطاقة هي اللي مبينة الكلام ده. ما هو طول ما هو حبيبة قلبي، طول ما هو شايفك كده
قاعده متكلفته على نفسك ومخنوقه ومتضايقه ونفسيتك زي الزفت. وخلي بالك بيبان عليكي والله العظيم لو قعدت يعني بصي، لا ده انا مش مبينه له يا ام جنى، مش مبينه له. يا حبيبه قلبي المصطنع بيبان. لازم انت من جواكي تبقي مقتنعه ان انت تقدري تعيشي من غير انسان بيحاول يتحكم فيكي. تقدري انت لازم من جواكي اللي تبقي قادره تعملي ده، لان ده هيبان عليكي، هيبان على شخصيتك، هيبان على طريقتك، هيبان على كل حاجه. وانت نفسك اول واحده اللي تبقي كده عشان نفسك. اوعي تعلقي نفسك عشان خاطر حد. بصي في ناس هتقولك معلش اصل القلب مش بايدينا يا ام جنى وانا بصي معاكي في كل اللي انت بتقوليه، ما اقدرش اقولك لا، المشاعر دي محدش يعرف يتحكم فيها. بس فكري والله والله العظيم لو فكرتي 5 دقايق بس، مش 10 دقايق، 5 بعقلك، انت قلبك هيتحول حتة تانية خالص. فهماني؟ اصل انت في حاجة اسمها مسألة التعود يا حبايب قلبي. طيب بلاش نخرج من الموضوع ونرجع تاني للقراءة بتاعتنا ونشوف الحبيب عايز يقول ايه، عشان انا عارفة ان انتوا مهما هقول انت مقتنعة بانك انت برضو عايزاه. ربنا يجمعكم ببعض على خير. والله العظيم اقسم بالله انا نفسي كل واحدة فيكم او كل واحد فيكم يكتب لي يقول لي انا يا ام جنى رجعت لحبيبتي، او مثلا انا رجعت لحبيبي. والله العظيم انا افرح لكم جدا جدا، لاني بصوا انتوا عندي اهلي، انتوا عندي كل حاجة في حياتي، لان انا بحبكم جدا. احنا مش 10 يوم ولا 2 ولا 3، احنا سنين مع بعض. حتى لو انا معرفكمش بس يكفيني ان انتوا ثقتكم فيا بعد ربنا، كومنتاتكم الجميلة دي بالنسبة لي حاجة جميلة قوي. انا بحبكم من غير اي حاجة عشان تبقوا فاهمين يعني. وحبكم ده بيوصلني، حبكم ده بيوصلني، طاقتكم بتوصلني زي ما انا برضو طاقتي بتوصل لكم. يلا نشبك طاقتنا بطاقة بعض وتعالوا نكمل القراءة يا حبايب قلبي. طيب هو بيقولك خلي بالك، يا اما هو مصدوم من ردة فعل حصلت في العلاقة دي، هو مصدوم من ردة فعل حصلت، هو حاسس ان في حاجة غلط. ايه هي بقى؟ انت اللي هتكتبي لي في الكومنتات، لان طبعا دي قراءة عامة ففيها طاقات كتيرة. طبعا هي شاملة جميع الابراج الطاقة هنا، تمام؟ فهنا فيها طاقات كتيرة قوي. الطاقات الكتيرة دي بتكون مثلا الشخص ده اتصدم من ردة فعلك انتي، الشخص ده اتصدم هو عنده في حاجة صدمته في حياته مثلا في الوقت اللي انتي فتحتي عليه الفيديو، لكنه شخص لئيم قوي بيراقبك من بعيد في كل الأحوال. في كل الأحوال هو عمال يبص عليكي من بعيد، عمال يبص، وهو زي مثلا كده شخص وقت ما سابك بينلك ان هو سايبك بكل اندفاع. انا مش لا مش هكمل. بس انا عايزه اقولك انه كان في اشد ندمه وكان موجوع جدا جدا جدا. لو كنت بتسألي الشخص ده سابك وهو مش متضايق ولا بتاع، بصي شوفي وانت تعرفي منظرك من منظره، بصي شوفي طاقتك وطاقته اهو. شوفي انت كنتي مستغربه ازاي هو يعمل معايا كده، ازاي مش عارف ايه. شوفي هو كان ماشي عامل ازاي من ظهره مبين لك ان هو حد قوي، ولكن هو متألم جدا. وانت بتبصي له تقولي معقوله هو بيعمل معايا كده ليه؟ معقوله هو انا عملت ايه؟ يعني انت نفسك مش قادره تصدقي اللي حصل، مش عارفة تصدقي. بس ده شخص جرحك ألمك وهو مش عارف، خلي بالك، يستمتع مع حد غيرك. مش عارف. من النقطة دي تطمني ان شاء الله بإذن الله، تطمني قوي. الشخص ده مش عارف يستمتع مع حد غيرك. بس هو بقى على فكرة يعني في منكم هنا اللي قال له حاجة قريب، يا إما ممكن يقولها لك فما تتفاجئيش يعني. وعايز يقولك على فكرة أنا ممكن أبيعك في لحظة، في لحظة. انت متخيلة ايه؟ يعني هو عايز يقول كده، وعايز يقولك انت ولا حاجة بالنسبة لي. فاهمني؟ هو عايز يوصلك كده، عايز يقولك انت ولا حاجة، أنا في ثانية أبيعك وأضرب لك بلوك، يقولها لك كده. فاهمة؟ في ثانية أبيعك وأضرب لك بلوك، انت ما يهمنيش أصلا. لكن خلي بالك هو بالعكس، ده هو عايزك جدا. بس انا شايفه انه بيتصرف معاكي في الفتره الاخيره بطريقه فيها يعني
حدية شوية، بطريقة فيها مش طريقتكم مع بعض. يعني انا شايفة انه الشخص ده بيحاول يسيطر، بيحاول يأيد، بيحاول كلامه يبقى هو اللي يمشي، بيحاول يشدك قوي، او بتحاول تشدك قوي. وهنا حبايب قلبي ظهر لنا ان كان في اللحظة اللي هو اتنمرت كده عليك فيها الحبيب، ان كان في بديل، كان في بديل. طيب انا عايزه اتاكد برضو هل في الفتره دي بديل، وانا شايفاه عينه عليك انتي، بس هنشوف كده نتاكد هل في بديل في الفتره دي. لا، حاليا لا. في اللحظه اللي انت فتحتي عليها الفيديو دي، لا، هو فعلا عايزك، فعلا عايزك في اللحظه دي، هو عايزك. طيب برضو بنوه وبقول عشان في حد ممكن يقولك ايه، بس يا ام جنى انا فتحت ولقيت في طرف ثالث في فيديو. يا حبيبة قلبي، القراءة مفتوحة على ايه؟ القراءة مفتوحة على نية الطرف الثالث. فاهميني حبايب قلبي؟ طيب حبايب قلبي، بكده القراءة تكون انتهت. انتظروني بكرة بإذن الله. كانت معكم الروحانية أم جنى. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.